قصيدة اسمها الديكتاتورية. بقول فيها من زمان واحنا عايشين في فكرة السيطرة، فكرة القوة القاهرة، فكرة القوة الكافرة. بس دلوقتي لازم نتكلم ونقول لبلدنا مصر: قوم يا مصر، اتحدي العصر وهتدوق النصر. يا كل مصري ويا كل مصرية على ترابها الغالي، أرجوكم نتوحد ونبطل بقى كبر وتعالي. دم الشهداء خلاص نسيتوه وبقى الفكر بس في الانتقام. طب دم الشهداء بكام بعتوه؟ بذل وويل وفتنة وانقسام. قولوا لا للعدوانية، للبلطجية، للإخوانية والسلفية والديكتاتورية. قولوا لا لمعمر العقيد، قولوا لا لبشار العنيد. بس كل سائر لازم يعرف إن بكرة طالع له صبح جديد، صبح ما فيهوش إسرائيل، صبح ما فيهوش مستحيل، صبح يقول للفاسد من عملك ذوق الويل. بس الفاسد بقى مهيص وعملوا له عيد ميلاد، ما بقاش فاضل دم وشهداء وتاريخ وامجاد. ساب الحيل المدبره وبقى نزيل في طرق. قلنا وغنينا له زمان اخترناه، بس في ثورتنا قدرنا وخرجناه. تعمل ثوره مضاده يقودها النظام اللي كان معاك. هلال وصليب طول عمرهم سوا، الفتنه مش هتفرق بين الميه والهواء. بجد عرفنا قيمه بلدنا، بس بدم ولادنا، دم ولادنا اللي محدش فينا بقى فاكره، دم ولادنا اللي احداث امبابه جابت اخره. هو اللي حصل ده كان بجد ولا ده كان اجدى كابوس؟ انا فكري خلاص انهد، ولا خطر العربي يكون منحوس؟ منحوس اصل شفت ثوره، مبادئ، قيم، تطهير، فساد، بس الثوره طلعت مضاده قادها اشرف عباد. لازم نصحى ونعرف ان اللي حصل ده واضح انها علامه. يا ريت نصحى قبل ما هيطب علينا اوباما. اصله ديمقراطي تكنوقراطي، انما مع العرب مجرماتي. مجرماتي دي يعني استاذ في علم الاجرام. اصله امريكي يعني باشا في الكلام. كل اللي فات ده كلام طول الليل بكتبه، علشان وطني بحزني وبدموعي بحسبه. يا ريت نقوم، كفايانا نوم. بلاش نقف مطرحنا ونستنى اللي يجي يجرحنا، اصل اللي هيجي ده هيدبحنا. اخر كلمه هقولها ورزقي فيها على الله، اصل حياتي وروحي معاه وفداه. يا رب يرحم بلدي ويحميها، يا رب نتجمع ونفرح وبلاش نتجمع.